الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما ننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله صلاه سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن المؤثره الجزائريه ساره رجيل وتعرضها للتسمم ونقلها للمستشفى، ربنا يشفيها يا رب العالمين. وطبعا من بعد ما اتطلقت من زوجها، وهي مش كعادتها، يبان عليها الحزن شويه، وكتير بيقولوا ان هو تم الخلع، ان هي خلعته ليه؟ لان هو تقريبا ما كانش عايز يطلق، فهي عملت قضيه خلع وكسبتها بالفعل. ربنا يوفقها يا رب العالمين، ويرزقها الاستقرار النفسي والسلامه يا رب العالمين، ويرزقنا جميعا اللهم. لمتابعينها في الفترة الأخيرة إن هي سارة متعودين منها على نمط، هي ما زالت زي ما هي ولكن اتغيرت شوية، وده طبعا نتيجة للظروف اللي مرت بيها. ربنا يوفقها يا رب العالمين، ويوفقنا جميعا ويعوضها خير، ويعوضنا جميعا يا رب العالمين عن أي ألم شفناه في حياتنا. شوف حضراتكم على ألف خير في فيديو جديد وخبر جديد، وربنا يشفيها ويشفي كل مريض، اللهم آمين. السلام عليكم.